مساء الخير عليكم. رحل عن عالمنا اليوم الفنان مصطفى درويش بشكل مفاجئ عن عمر ناهز 43 سنة. وفي الفيديو النهاردة هنتعرف على السبب الحقيقي لوفاة الفنان مصطفى درويش، وهنكشف ليكم عن حكاية مطعم مصطفى درويش مع المحتاجين والفقراء. هنعرف كل التفاصيل، بس قبل ما نكمل الفيديو انزل بسرعة واعمل لايك واشترك في القناة وفعل زرار الجرس على كل الإشعارات، ضروري جدا جدا علشان كل الجديد يجيلك لحد عندك. ودلوقتي يلا بينا نكمل الفيديو بس بعد الفاصل. توفى اليوم الفنان مصطفى درويش خلال الساعات الماضية عن عمر ناهز 43 سنة. وأعلن شقيقه هاني درويش خبر وفاته على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، وقال: البقاء لله، توفى إلى رحمة الله تعالى شقيقي مصطفى درويش. تشييع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحسري بأكتوبر، والعزاء بإذن الله تعالى باكر عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالشيخ زايد. الفنان مصطفى درويش من مواليد 11 يناير سنة 1980، وشارك الفنان في أعمال درامية وسينمائية كتيرة، وجسد درويش أكتر من 30 عمل درامي وسينمائي، ولقى شهرة واسعة بعد قيامه بدور فتحي مدرب الأجسام اللي بينضم لعصابة تخصصت في عمليات النصب والاحتيال بطرق طريفة ومختلفة عن طريق انتحال الشخصيات في مسلسل ب100 وش اللي أخرجته كاملة أبو ذكري وأنتجته شركة العدل جروب المصرية. ولقى المسلسل الكوميدي نجاح كبير بين مسلسلات رمضان 2020، وكمان شارك الفنان في مسلسل خيانة عهد في نفس السنة. وأما عن حكاية مطعم درويش للمحتاجين والفقراء، فروى بعض الفنانين قصص عن مطعم الفنان مصطفى درويش بعد وفاته وقيامه بأعمال خيرية لغير القادرين، من تقديم وجبات ومساعدات مالية من خلال مطعمه، بالإضافة إلى تقديم مساعدات للأيتام وغير القادرين في السر. وقال بعض المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي إن مطعم مصطفى درويش كان بيقدم وجبات طعام يوميا لغير القادرين ويوزعها بدون مقابل. ونعى العديد من الفنانين والمواطنين الفنان مصطفى درويش بعد وفاته اليوم بأزمة قلبية مفاجئة، وده بعد أيام من خطوبته. فيديو حكاية النهاردة خلص. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو أول مرة بتشوفنا، علشان يوصلك كل جديد على قناة حكايات النجوم.